لو انت واحد من اللي بيسرحوا كتير في الحصص او المحاضرات، مبروك، انت بتتفرج على الفيديو المناسب. في فرجة هنقولك على شوية خطوات هيخلوك تخرج من الشرح بأقصى استفادة وهيوفروا عليك وقت ومجهود كبير في المذاكرة. قبل يوم الدرس او المحاضرة عدي بسرعة على محتوى الحاجة اللي هتتشرح في الموضوع ده، وادي لنفسك 5 دقايق بس عشان تفكر في اللي انت قريته، مش اكتر من 5 دقايق فعلا. ده هيديك رؤية اوضح عن الدرس وهيخلي عقلك مستعد لاستقبال المعلومات بشكل اسهل. كمان هيطرح في ذهنك اسئلة مسبقة هتخليك تدور على اجاباتها في الشرح. قبل المحاضرات المهمة خد جرعة كافيين، ده هيزود تركيزك وهيساعدك تفهم بشكل أسرع. لكن بس قبل المحاضرات المهمة، جسمك لو اتعود عليه مش هيبقى ليه أي فايدة بالنسبة لك. كمان لو حاسس إنك جعان لازم تاكل وجبة خفيفة قبل ما تدخل الفصل. معدلات التركيز للناس الجعانين بتقل لحد 40%، ده غير إنك مش هتبطل تفكير في الأكل طول فترة الشرح، أو على الأقل أنا بعمل كده. حاول دايما تقعد في الصفوف الأولى، ده هيخليك في تواصل أكتر مع الشخص اللي بيشرح. كمان هيخليك تسمع وتشوف بشكل أدق. الإحصائيات بتقول إن الأشخاص اللي بيقعدوا في أول صف غالبا ما بيحصلوا على أعلى الدرجات مقارنة بزملائهم. ابعد عن أي حاجة ممكن تشتت تركيزك، اعمل موبايلك سايلنت أو اقفله لو لازم الأمر. تجنب إنك تقعد جنب شباك أو جنب أي حد من أصدقائك اللي بيتكلموا كتير، وافتكر إنك بتحاول ما تفوتش أي معلومة مفيدة. حاول على قد ما تقدر تكتب ملاحظات أثناء ما أنت بتسمع الشرح. كلنا بنقول إننا هنفتكر الكلام ده بعدين، لكن في الحقيقة ولا بنفتكر ولا حاجة. ده هيسهل عليك المذاكرة جدا وهيخليك تفتكر المعلومات بسهولة. من الطبيعي إنك تحس بالزهق أحيانا أثناء المحاضرات، خصوصا لو موضوع الشرح مش ممتع أو الشخص اللي بيشرح ما عندهوش مهارات الإلقاء. لكن اوعى تعتبر ده عذر عشان تسرح أو تعمل حاجة تانية. فكر نفسك بالدرجات اللي انت عايز تجيبها وفي المجهود اللي انت بذلته من أول السنة. كل ده بشكل أو بآخر هيحفزك إنك تكمل بتركيز لنهاية المحاضرة. لو لسبب أو لآخر مش عايز تركز أصلا، استنانا في الفيديو الجاي عن طرق تحويل الحصص المملة لوقت ممتع. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة علشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، وما تنساش تشوف حلقاتنا اللي فاتت.